السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم الحلقة ديالنا غنهضروا على ان شاء الله على الشخصية الناجحة والشخصية الفاشلة، الفرق بيناتهم. هذا الفيديو تحفيزي لأي واحد كيتمنى النجاح في حياته. ان شاء الله النجاح حالي في اي واحد كيفكر بإيجابية. اول صفة كتحلى بها الشخصية الناجحة هي الرغبة في التغيير الافكار السلبيه. عندي افكار سلبيه كنغيرهم لافكار ايجابيه. هادشي ان شاء الله غادي نخدموا معكم في المستقبل من الفيديوهات ان شاء الله. هذا غير فيديو قصير غير باش تفهموا الفرق بين الناجح والفاشل. الانسان كيكون سلبي كيحاول يغير راسو الانسان متفائل، يعني كيفكر بايجابيه. خسرت لي شي حاجه كنقول لها ان شاء الله دابا تصايب ما طرا والو. حيت كاين الناس اللي فاش كتخسر لهم شي حاجه كيقول لك شاد النحس انا منحوس انا هذا. نو، حنا ماشي منحوسين، حنا مبتلين. ابتلاء ما حدك راك في الدنيا وكنت كتبتلى، كتلاقى مع ابتلاءات مختلفه، ودوك الابتلاءات كيصنعوا منك انسان يعني انسان متفائل مع الوقت، انسان ناجح، انسان خبير في الحياه، انسان عنده دبلومات ديال مدرسه الحياه. الانسان اللي عنده دبلومات من مدرسه الحياه ما تقدرش تضحك عليه، حيت متفائل، حيت دازت عليه الطامه الكبرى، دازت عليه كان بين المطرقه والسندان، المطرقه والسندان، وتعصر مزيان، لكن في الاخر نجح في حياته. هذه اول حاجه هي الرغبه في التغيير افكار سلبيه الى ايجابيه. هذه اولى خطوات الشخصيه الناجحه. ثانيا تخطيط المستقبل. دائما اي اكسيون غنديرها غنشوف النهايه ديالها. المستقبل ما كاينش بالضروره المهنه ولا شنو نتبع في القرايه. نو، تخطيط المستقبل مثلا فكرت مثلا غنسافر، خصني نفكر باش غنمشي. دابا انا كنفكر نسافر، شنو غندير في الحوايج ديالي. انا وسيله ديال التنقل غناخذ، واش التران، واش الكار، واش الطوموبيل، واش الطياره، واش الباطو. نفكر الصغيره والكبيره باش نضمن عمليه السفر ديالي تكون ناجحه. اذا تخطيط المستقبل، التخطيط يعني المراحل، نشوف المراحل اللي غندوز منها، الوسائل اللي غنستعمل، الظروف اللي غادي تخول ليا ان هذيك الاكسيون ولا هذاك الفعل اللي غندير غادي يتم بنجاح. حتى هنا مزيان خططتوا المستقبل، دابا مفهومه. ثالث حاجه نتعلموا الاخطاء. الشخصيه الناجحه كتعلم من الاخطاء ديالها. الاخطاء ديالنا حنا كادخل مولا كانسان من حقنا نغلطوا، ولكن اللي خايب هو تغلط وتبقى تعاود نفس الغلط رغم ما تستافدش من الغلط ديالك. لا، فاش نغلط، الشخصيه الناجحه فاش كتغلط كتستافد من الغلط ديالها باش من بعد كتولي خبيره في ظروف الحياه، خبيره في حياتها، عارفه تعيش مع المواقف المختلفه، كتولي مرنه. المرونه كتجي من التعلم ديالك من الاغلاط. كل غلط كنديرو كنستافد منه وكنتعلم منه وكنحاول ما امكن ما نديروش. حتى مزيان، يعني كنتعلموا من الاخطاء ديالنا. تجنب التسويف والتاجيل. من الصفات ديال الشخصيه الناجحه كتجنب التسويف التاجيل. شنو هو التسويف؟ يعني سوف افعل ناجل. يقول لك مثلا الاستاذ كيقول لك مثلا من هنا شهر، كنهضر مع صحاب لافاك حيت عامل بروجيات، من هنا شهر بغيتكم توجدوا لي واحد ليكسبوزي كيفاش انت فيك التسويف. انت شخصيه فاش كدير بحال هكا التسويف كتبقى تقول وصافي انت مازال عندنا العطله، خلي تيدوز هاد الامتحانات ديال الاكسبوزي هذا عاد نفكر في الاكسبوزي الاخر. لا، الشخصيه الناجحه فوا تيعطيها الاستاذ ولا المدير ولا كيكون تابعها. الله يجعلك تكون ما كتقرا ما كتخدم خدام في الدار، تابعك شي كيكه قالك مثلا ولد كان كندوي مع الامهات، حيت بزاف الامهات دابا ديال هذا الزمان وكنتمنى ان شاء الله يتبدلوا في مورا هذا الفيديو التحفيز ان شاء الله. كتبقى تقول له واخا ولدي من بعد لا انت انا ما تابعك حتى شي حاجه، من غير ولدك ومن غير الشغالات ديالك. يعني انت المديره في الدار ديالك، معتبره شركه، انت مديره في الدار ديالك، انت مديره، والزوج ديالك وليداتك هما العملاء. بغيتيهم يكونوا مرتاحين ويعطيو ولادك يعني تبارك الله ينجحوا في حياتهم وراجلك كيعاملك، انت خاصك حتى تكوني كمديره تكون فيك الصفه ديال القياده، تكون فيك انسانه يعني ناجحه متفائله.
باش انت من بعد كتنشري ديك الطاقه مع ولادك. ماشي انت مثلا متشائمه ومعكزه وبغيتي ولادك يكونوا ناجحين، بغيتيهم يكونوا مزيان وراجلك كيعاملك مزيان، اولا انت كتستنى من زوجتك كتعاملك مزيان، راه كما تودين وتودان داكشي اللي تعطيه غيردولك. الو قال لي ولدي مثلا، هذا كمثال باش نتوما خذوه قيسوه بجميع الامثله ديالكم في الحياه على حسب كل واحد ومشكلته. مثلا انت مثلا قال لك ولدك انا ماما تشهيت هاد الكيكه، انت في الدار ما تابعكش خدمه على برا ولا والو، نوض سيدي نتقدم فيها. بس اولا كدير الحسنات، ثانيا كترضي ولدك، ولدك كيزيد يبغيك وكيتقرب منك وكيكون ظريف معاك، وثالثا كتبني له شخصيته، كتعلميه انك من تعطاك شي مهمه خاصني نديرها في الحين، في الحين نطبقها، حيت هذيك لصالحك انت كشخص اللي غدير المهمه، وتعطي من بعد تاثير ايجابي على الناس لونطوغاج اللي كيحيط بك. الو قال لي ولدي انا تشهيت كيكه، نشوف الثلاجه واش كاين البيض كاين حليب، كاع المسائل يعني اون جينيرال اللي كتحتاج الكيكه. داكشي اللي ناقصني نمشي دغيا نخطف نلبس جلابتي نمشي نجيب داكشي ونصايب ليه الكيكه، ونصايبها عن حب وبايجابيه. حيت راه اتونسيون اي حاجه كنديروها راه كنخوفها الطاقه ديالنا، راه اتونسيون. شحال واحد كيدير كيكه من الشوفه ما عندي ما نقول، والبنه ما عندي ما نقول، ولكن من بعد فاش كياكلها كت بحال كيشمئز منها، كيندم كاع على شراها. علاش في نظرك، علاش في نظركم كيشمئز داك الانسان مثلا خدم باتيسري واحد لا بياس مونطي ولا سي با من واحد يعني واحد مثلا ستروبيري كيك ولا نامبورت كال جونغ ديال لي كيك اللي شامه من الباتيسري، علاش ندم؟ هي مخدومه بطاقه سلبيه. هذوك الناس اللي خادمين ما خادمينش يعني بواحد الحب، وواحد يعني فرحان براسو حيت خدمها. الو يعني تجنب التسويف التاجيل. عندي سيدي انا لا عندي واحد البروجي، عندي واحد لو دوفوار هو الاول نبدا به، نقيد ندير ورقه اتونسيون. الناس الناجحين كيديروا ورقه ديال المهمات اللي درتها نضرب عليها نشطب عليها، اوتوماتيكمون دماغك كيكون مرتاح، ما كيبقاش عندك الشوشره، ما كيكونش عندك افكار كثيره، وبالتالي كتجنب الشوشره والتشويش في المستوى الفكر والقلق في التفكير كما قلت لكم امبارح في الحلقه. باش نتجنبوا القلق في التفكير، ولا القلق هو التفكير المفرط اللي بغيتي تشوف الاوفر ثينكين بانجلي اونجلي. نحط ورقه فيها المهمات باش نتجنب عمليه التسويف والتاجيل، كنكون مجبور انني نكمل دوك المهمات في داك النهار. الو عفوا خامس حاجه كنظن اللي كدير الشخصيه الايجابيه هو مساعده الاخر. لا ماشي على حساب ذاتك، اللي قديتي عليه ديرو، ولو غير بالشكر، ولو غير الدعاء، ولو غير تسمع ليه كما قلت لكم يعني تسمع ليه، تتعاونوا بلسانك، تضحك معاه، تفوج عليه، يعني مساعده الاخر صدقه. ولا كاع المساعده ما كتشملش فقط غير المال، كتشمل بزاف د الحوايج. كتبع هاد العمليه ديال مساعده الاخر وممارسه الهوايات. اي واحد فيكم عنده شي هوايه وبقى يمارسها. عندي هوايه التصوير، نصور بلاص ما باش نحس، باش نعطي التصوير الهوايه التصوير ديالي نعطيها واحد القيمه، نشد سيدي نبقى نصور ونحط في انستغرام، نحطها سيدي في انستغرام منها نيت كتموتيفيني باش نحط تصاور اخرين. وثانيا كتخليك تعطي قيمه للهوايه اللي عطاك الله سبحانه وتعالى. اذا ممارسه الهوايات كتحيد القلق والستريس، وكتستافد منها وكتشرب بها، وكتقدر تبارك الله دير منها المال. راه بزاف الاذكياء تبارك الله خداو من الهوايات ديالهم، دابا هما كيربحوا منهم مليين. اللي ما يصورش هذاك اللي قرا على الهندسه، ولا قرا مثلا على الاطباء وداكشي، بحثها من جميع المهن. غير زعما كنقول لكم ان الهوايه الا خدمتيها بذكاء راه غادي توصل بها، غتمشي بها بعيد بعيد. بحال محبي كره القدم، واحد كيحب كره القدم صغار كيلعب مع الدراري لي ماتش كيربح. هو فاش كبر، فاش خدا الباك ديالو، دابا مشى تدرب في الجامعه ديال كره القدم، هو ولا لاعب كبير يحسب له 1000 حساب، وكيتصوروا مع الناس وكيسيني لهم في تيشيرتات اكسيتيرا. الو مارسه الهوايات كتادي بنا الى شخصيه ناجحه في اخر المطاف. التفكير اخر حاجه هو التفكير بتأني قبل اتخاذ القرار ولو كان بسيطا. يعني مثلا انا غنمشي للسوق وكاينه الشتا وعندي ولادي في الدار، كي غندير؟ ولادك كيبغوك تبعوك، سورتو الدفا كاين اللي متعلقين ديك في المرحله ديال الطفل كيكون متعلق بمو، كي غديري لها؟ انت مجبوره يعني ها الشتا
الشتا يعني ما الشتا غادي تديرونجيك بعدا، ما غاديش تشوفي، ما تشوفيش مزيانه سميتو سيرتو اللي كيديروا لي لونات بحالي. ياك. تاني حاجه خاصك تقداي حيت الوقت كيدوز، ربما مثلا سيرتو الا كانوا عندك الضياف، ثالثا عندك ولدك، خاصك تفكري بشويه على فكري في الحل. ولدك غندير له التلفازه ولا غنعطيه رسم ولا غيكتب على حسب الكاتيجوري داج اللي راه عندك في الدار، واش صغيور ولا كبير ولا سميتو. باش نتفك من الشتا غندير المضل ولا غنلبس كبوط فيه قب وغنهز معايا وغنصدق تقديت وخليت ولدي في الدار وتحميت من الشتا. الوغ التفكير بتأني يعني بشويه عليا اتونتيفمون قبل اتخاذ اي قرار ولو كان بسيطا. قلت لكم بحال مثلا عندك التقديه، وكما قلت لكم هذا المثال ديال الولد كاين في الدار والشتا وخاصك تقدي، هذا قرار بسيط غير التقديه، ماشي حاجه ما كنحكروها. ولكن الشخصيه الناجحه في اي قرار ولو كان بسيطا قلت لكم كتأنى بشويه عليها، كتفكر فيها، كتخطط. احنا نرجعوا للكلمه الاولى هي ديال تخطط المستقبل. المستقبل سواء يكون قريب سواء يكون بعيد، ماشي بالضروره تكون المستقبل مثلا غادي نمشي نولي مهندس ولا نولي دكتور ولا غنمشي للطاليان ولا غنمشي عند خويا ولا عند اختي. نو، راه المستقبل حتى مثلا من هنا الساعه مثلا عندي غنطيب ولا غيجيو عندي صحاباتي ولا غنتلاقى مع شي واحد ولا عندي مثلا رونديفو ولا كونسلطاسيون ديال ان دونتيست ولا شي حاجه، هذا مستقبل. يعني مستقبل الفعل لاكسيون اللي تابعك، لاكسيون سويفونت. صافي هادشي اللي كاين. كنتمنى ان شاء الله تدعموني بلايك بارطاج، وباش ان شاء الله اي واحد خصو موتيفاسيون بارطاجوا معكم هاد الفيديوهات ما امكن باش ان شاء الله كلشي يستافد. وان شاء الله كنوعدكم يوميا نحط لكم ان امكن حيت عندي بزاف الاغراض اخرين ان شاء الله. وكنتمنى لكم التوفيق وسنه سعيده باش ما تمنيتوا ان شاء الله بالربح والنجاح ان شاء الله والفلاح والتغيير الافضل. مرحبا بكم. مرحبا بكم. انا كنت حسنه، كنت بسيكولوج حسنه بن ابراهيم. كنتمنى لكم ان شاء الله حظ موفق في هذه السنه هذه، والله يجيب الوليدات ناجح، ومرحبا بالجميع.